تعالوا نحضر أطيب ساندويش فرانسيسكو دجاج مثل طعمة برا وأطيب كمان. أول شي قطعت صدر دجاج بشكل بالطول وعراض شوي، بعدين حطيت عليهم فلفل أسود وبصل بودرة وتوم بودرة، بهار أبيض وملح أكيد، حبة البركة وملعقتين كبار صويا صوص، وأكيد ما تنسوا الزيت النباتي أو زيت الزيتون. وبس هيك بتكون صار جاهزة التتبيلة. تركتها ساعتين أو فيكن تتركوها ليلة كاملة لحتى تتشرب التتبيلة مزبوط. بعدين قليتها بالزيت مثل ما عم بتشوفوا. لما احمرت على أول جهة وعطيتني لون الأشقر الحلو قلبتها على الجهة التانية. بتاخد تقريبا 6-7 دقايق على كل جهة. بس تاخد هيدا اللون الحلو بتكون صارت جاهزة. بهالوقت بدي احضر الصوص. هو عبارة بس عن مايونيز وملعقتين فوقهم من الصويا صوص وبخلطهم مع بعض وهيك بصيروا جاهزين. عندي خبز فرنجي قصيته وحشيته جبنة، بعدين حطيتهم بالمايكروويف أو بالمقلاية على النار، حمصتهم لحتى ساحت الجبنة. حطيت فوق المايونيز مع الصويا، خس والدجاج، وأكيد أهم شي الذرة بهيدي الفرانسيسكو والكبيس. وبس هيك بتكون صارت جاهزة الساندويش. صدقوني كتير حتحبوها وكتير طيبة، جربوها وكتير سهل تنعمل بالبيت، وأكيد أكيد إنه أوفر بكتير مما إنكم تشتروها من برا. وصحتين.